السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم مبروك، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الحليوة بدون فرن، سهل التحضير بثلاث مكونات فقط. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير والطريقة. بسم الله على بركة الله. عندنا 350 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفران وطحنته، ما نطحنوش مزيان على هذا الشكل. عندنا 350 غرام ديال بسكوي، نفس الكميه اللي درتو في كاوكاو اللي غادي ديروه في البسكوي. وعندنا علبه ديال نيسلي كراميل. في اناء كنوضعوا كاوكاو ديالنا، كنوضعوا البسكوي، كنخلطوه مزيان. كنضيفوا نيسلي كراميل. هنا ما ضفتوش كامل، خليت فيه تقريبا واحد الربع، وكنخلطوا مزيان 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 حتى ينسجموا لنا العناصر. بالنسبه لكم نتوما على حسب الكميه ديال الكاوكاو والبسكوي اللي درتو كتجمعوا حتى كيتجمع لكم الخليط. كنخلطو مزيان، وما نكثروش الكميه ديال الكراميل. كان من الاحسن نديرو غير شويه بشويه حتى كتجمع لكم العجينه. سندلكوها مزيان باش داك النسلي يدخل في داك الكاوكاو والبسكوي. كناخذوا كويرات كنشكلوهم على شكل اصابع على هذا الشكل. ما تكبروهمش بزاف لان غادي باقي نغطسوهم في الشوكولاط مع كاوكاو. ممكن ديروهم على شكل دائره، ممكن ديروا الشكل اللي بغيتو. انا اختاريت ندير هاد الاصابع. وكنبقى على هاد الطريقه حتى كنكمل كميه الخليط اللي عندي. نتلاقاو ان شاء الله. ملي كنكملوا الاصابع ديالنا كندخلوهم للثلاجه. من بعد ما غطيناهم بالسلوفان كنخليهم يرتاحوا تقريبا في الثلاجه واحد ساعه، عاد كنغطسوهم في الشوكولاط مع كاوكاو. هادو هما الاصابع ديالنا. من بعد ما كملنا تقريبا خرج ليا كميه. عندنا هنا الشوكولاط دائب، كنضيفوا ليه تقريبا واحد 4 المعالق ديال عامرين ديال كاوكاو مهرمج. نخلطو مزيان. واحد الملاحظه، ملي كندوبوا الشوكولاط ديالنا في حمام مريم كنضيفوا ليه واحد 2 معالق ديال كبار ديال زيت المائده، وكنخلطوا مزيان كيعطي واحد البريق للشوكولا. كناخذوا الاصابع ديالنا كنحاولوا اننا ندهنوه مزيان بخليط الشوكولا مع الكاوكاو. ناخذوا فرشيط كنحاولوا نتخلصوا من بقايا الشوكولاط وكنحطوها فوق الشبكه ديالنا حتى تسقطر مزيان. اللي ما عندوش شبكه ممكن يحط مباشره فوق ورق الزبده. هاد الحلوى سهله
التحضير كتوجد في الدقيقة 90 يعني دغيا كتوجد، والتفشكل ديالها كيجي زوين وراقي. كنزينو بالورد كيعطي واحد اللمسه زوينه. ممكن تكتفيو غير بهاد بالشوكولاط مع كاوكاو، ممكن ديروا خطوط بالشوكولاته البيضاء، يعني كل واحد والتزيين اللي كيعجبو. انا استعملت الورد حيت كيعجبني بزاف، والطاح كيعطي واحد اللمسه زوينه للحلويات. كناخدو خليط ديال الشوكولاط الابيض كندوبوه في حمام مريم، كنضيفوا ليه واحد 2-3 المعالق ديال الزيت المائده، كنضيفوا ليه حتى واحد 4 معالق كبار عامرين ديال كاوكاو مهرمش ومحمر مهرمش، وكنفندو فيه الاصابع ديالنا. كذلك حتى هو كنزوقوه داك الورد، كنبقاو على هاد الطريقه حتى كنكملوا كميه الخليط اللي عندنا. من بعد ما كنكملوا الحلوه ديالنا كندخلوها للثلاجه، كنخليوها حتى كتماسك مزيان واحد 3 سوايع او 4 سوايع حتى الشوكولاط كيتماسك مزيان والعقده حتى هي كتجمع. عاد كنديروها في علب محكمه الاغلاق وكنحتفظوا فيها في الثلاجه، كتجي رائعه جدا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله، خصوصا انها سريعه التحضير وب3 مكونات فقط، وكتوجد بواحد المده اللي هي وجيزه. كنتمنى انكم تجربوها ان شاء الله، ومتاكده انها غادي تعجبكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الرائعه، على الدعم ديالكم، واللي مازال ما اشترك في القناه ديالي اشترك باش يتوصل بجديد الوصفات ديالي. كنقول لكم شكرا لكم بزاف، والى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.